السلام عليكم. واحد السيد 3 ايام هو شاده سكرات الموت، محناته، لا هو بغى يموت ولا هو بغى ينطق الشهاده. المراه ديالو سألمات من جهته وبقى فيها بزاف، ما عرفات ما دير، وهي تمشي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت لي يا رسول الله، الزوج ديالي راه 3 ايام وهي شاده سكرات الموت، لا هو بغى ينطق الشهاده ولا هو بغى يموت. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غادي تمشي وتكلمي لي الام ديالو. فعلا مشات وجابت لي الام ديالو. قال لي رسول الله كيف داير ولدك معاك؟ قالت لي ديك السيده ولدي راجل مزيان، ديما الصلاه وديما كنشوفو كينوض الفجر. قال لي لا لا. قال لي رسول الله انا سولتك على المعامله ديالو هو معاك انتي، ماشي ديالو هو مع الله سبحانه وتعالى، معاك انتيا كيف داير معاك؟ قالت لي اش غادي نقول لك رسول الله، ما كاين ما نخبي عليك، خفت نخزن عليك وينزل عليك الوحي ونتفضح. قلبي عامر من جهته، قلبي كحل من جهته. الكلام الزين تيقولوا لمراتو وانا ديما معبس ليا في وجهي، الماكله الزينه تاكلها مراتو وانا داكشي اللي شيط عليها ناكلو انا، والحوايج الزينين تلبسهم مراتو وانا داكشي اللي شاط عليها نلبسو انا. قال لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا راه خصو الحرق، راه خصنا نمشيو نحرقوه. قالت لي لا لا يا رسول الله، انا ولدي واخا كاع داكشي اللي دوز عليا راه عزيز عليا، قصى عليا بزاف في الحياه فعلا، ولكن انا راضي عليه ومسامح عليه، ما بغيتوش يمشي لجهنم، ما بغيتوش يمشي للنار. قال لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفتي يكون ما رضيتيش عليه ما عمره كان غيشوف الجنه. رسول الله من بعدها صيفط الصحابه ديالو عند داك السيد اللي شاد في سكرات الموت، كيما غيدخلوا عنده المنزل غادي يلقاوه بحال نطق الشهاده ومات. نطق الشهاده وخرجت لي من فمه ومات، لان الام ديالو بالرغم من ديك القسوه اللي دوز عليها كامله في الحياه ديالها سمحات ليه ورضات عليه. هنا تيبين لينا رسول الله القدر ديال البر ديال الوالدين، بالقدر اللي كنتي بار بوالديك، بالقدر اللي حياتك غادي تكون ناجحه في الدنيا وفي الاخره. تنتمنى ان الرساله تكون واضحه والرساله تكون وصلت. اعزكم في الله، الله يعاونكم.